والله عليه بطنك زي جعان. مريض كلى وسكر وضغط وعناية قبل الحرب، بس اروح اغسل زي رايح طشه، متعه، التزامات اكثر، شهادة وحد الله واهتمام اكثر، والمكان نظيف وبتنططوش فينا، ونعم محاضر ومقدمين لنا كل الخدمات زي رايح طشه. يوم اجي على الحرب هان عيني بطلت اشوف فيهن وقدامك الشمس عليهن، وحال على الله. والاجار ناس العيار، بطلع الساعه 6 الصبح بنزل شفريقي، مش مواصلات ومش مصاري. بقيت اغسل 3 ايام في الاسبوع، هان بغسل يومين. باقي يغسلوا لنا كل غسله 4 ساعات. هنا 4 ساعات بيغسلوا لنا اليوم، غسلوا لنا 3 ساعات. والله يا حاج بعان والله العظيم انا دوب الشايفك. هاي اول شغله. من ايش عينك طيب هذه؟ هذه وانا رايح اغسل في النجار فرفح، اه قال في التوك توك وغيمت، ضيع شويه. صحيت لقيت نظر راح اختفى، واحنا على ربي على دكتور العيون قال يا عمي انت عندك الياف في عينيك، واصبر يا عمي بس افتح المعبر تطلع مصر. هان في غزه مش علاجات.